الدكتور مصطفى محمود صاحب برنامج العلم والإيمان، اتولد في المنوفية، اتخرج في كلية الطب سنة 1953 وتخصص في الأمراض الصدرية. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض فخلاه يعتزل الناس لسنوات، ولكن في العزلة بتاعته دي قرأ كتب كتير جدا في الفلسفة والتاريخ، وبقى من هنا الدكتور مصطفى محمود المفكر. ألف أكتر من 89 كتاب، عمل أكتر من 400 حلقة في برنامج العلم والإيمان اللي كلنا استفدنا بيها. صاحب مقولات شهيرة جدا ومؤثرة في الحياة، من ضمنها إنه المسافة اللي بين العربات في الطريق هياها نفس المسافة اللي لازم تكون بين الناس في العلاقات علشان ما يحصلش تصادمات كارثية. أنا شخصيا لما اشتغلت في مستشفى محمود اللي هو أسسها في المهندسين، ربنا يجعل كل اللي عمله في ميزان حسناته، كان في حيطة كبيرة جدا في أوضة الدكاترة مكتوب عليها: قيمة الإنسان هي ما يضيفه إلى الحياة ما بين ميلاده ومماته. الدكتور مصطفى محمود هو صاحب المقولة الجميلة، يقول لك: لو كانت الأشياء المادية أكثر قيمة من الأشياء المعنوية لما دفن الجسد في الأرض وصعدت الروح إلى السماء. سبحان الله، الدكتور مصطفى محمود وقصته دي بتقول: رب ضارة نافعة. المرض اللي خلاه طريح الفراش وفي عزلة عن الناس لسنوات جعل منه المفكر العبقري الدكتور مصطفى محمود.